بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمود فاروق. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الناس اللي بتكسب او اللي مفكره ان هي هتكسب كل حاجه. ارسنال بطل الدوري وهنفشخكوا 1-1. وبالخصوص يعني الناس اللي بتشجع ارسنال، يعني انت كسبت ماتش او ماتشين خلاص، يعني ما بقتش خلاص انت يعني بطل اوروبا. يعني انت كسبت ماتشين في الدوري، كسبت ماتشين في دوري الابطال، كسبت ماتشين في اي حاجه. لعيب من عندك جاب هاتريك في ماتش، كسبت مثلا بسكور 5-0. انت ما حطيتش على اوروبا كلها، انت ما نمتش اوروبا من المغرب. يمكن الفريق التاني مثلا مرهق مثلا من كتر المطوشه اللي ورا بعض. يمكن مثلا كان عندهم مطوشه مهمه، كان عنده ماتشات مهمه في الكاس، كان عنده ماتشات مهمه في دوري الابطال، سافر اكتر من بلد في وقت قليل جدا. فعادي يعني خلاص ما حصلش حاجه، يعني مش درجه الافوره اللي احنا هنوصل لها. يا بطل اوروبا، يا بطل 15 مره، انت فين يا ذكر؟ الحاجه اللي بتضايقني جدا بصراحه، يا عم انت ربنا كرمك وعندك مثلا مدرب ضربات ثابته بيعرف يعمل تاكتكس حلو، بيعرف يظبط الدنيا. خلاص ماتش معقرب وماتش مقفول من الناحيتين، وجبت مثلا جون 1-0 بكورنر في اخر الماتش، خلاص يا معلم صباح الفل، ما حصلش حاجه يعني. يا عم اديك كسبت وخلاص. اللي هو حلو ان الفريق بتاعك عنده حلول وبيلعب على الضربات الثابته وبيعرف يستغلها، دي حاجه كويسه جدا، بس مش لدرجه ان كل كورنر في الماتش انت عايزه جون. ده مش طبيعي يا جدعان، كورنر بقى ما هي جت مليون مره في الموسم. انت بتشجع، حصل التحام عادي يعني، ودخل في اللعيب اللي عندك في الفرقه فخلاص ما حصلش حاجه يعني. ممكن فاول عادي، ممكن ما يتحسبش فاول. يعني انا مش كل فاول او كل خبطه او كل لمسه انا عايزها ضربه جزاء او عايزها فاول، ده مش طبيعي. خلاص ما يقصدش. ايه ده بقى؟ اقعد التيشيرت اقعد. ما انت قصادك في فريق عايز يكسب وعايز يحط جوان وعايز اللي انت عايزه بالظبط. خلاص يا معلم يعني خليك فير وانت بتشجع. على الناحيه الثانيه اتحسب فاول، لعيب دخل في الفرقه الثانيه، الحكم صفر، حسب فاول. لا الكوره ما فيهاش حاجه، لا اصل اللعيب بيستهبل وقع، اصل اللعيب ما بينشافش على الكوره، فده مش طبيعي يعني. ما فيهاش حاجه، دي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه. الحاجه اللي تضايقك بقى في الموضوع ان انت وانت بتتفرج كم من الناس اللي موجوده كلها شافت الفاول اللي اتحسب على فريقك، سبحان الله انت الوحيده اللي بتعترض. يعني حتى لو في ناس بتشجع معاك نفس الفريق محدش اعترض خالص، وسبحان الله انت من باب ان هو انا بعترض فانا هقوم اعترضه خلاص، هو طالما صفر ودي مش لينا يلا نقوم نعترضه خلاص. يا مروان شفتهاش ماشي. هو انت قاعد بتتفرج معاه على ماتش عادي جدا، عادي يا معلم، فريق ممكن يكسب الماتش عادي عادي يا معلم، بس دي كوره، ممكن غلطات من هنا بتسبب ان دول يخسروا، وممكن ده مثلا كان في يومه غلطه من الحارس، ده طبيعي بيحصل في كل الماتشات عادي. بس سبحان الله الفريق اللي انا بشجعه كسب. اتفرج بقى على التهويل اللي بيحصل، اصل انتوا الفرقه بتاعتكم ما جاتش، يعني ما جاتش فين؟ ما جاتش تحت البيت؟ ما جات يا معلم ولعبت الماتش وكسبنا، ايا يكن احنا كسبنا ازاي يعني. لا انتوا حرام تكسبوا الماتش. يقول لك بص على الاحصائيات، انا شايط مثلا 12000 كوره على الجون، بص انت هي الكوره الوحيده اللي انت شوطها هي اللي داخل الجون. يا عم لو انت راضي بالمكسب اللي انت كسبته ده خلاص يا عم انا موافق. موافق على ايه يا معلم؟ ما خلاص الماتش خلص، انت ايه اللي انت بتقوله يا عم؟ انا بشجع فريق زي ما انت بتشجع فريق، انا عايزه يكسب وانت عايزه يكسب خلاص. انت لو فرحان انا راضي. انا فرحان قوي. الكوره دي يا معلم انت هتندم عليها. ليه يا عم اندم عليها؟ ليه يا عم وانا خبطتك بالعربيه؟ الكوره دي اللي انت هتندم عليها يا عم عادي. ليه انا ممكن اندم ان فريق جاب جول وانا بشجعه؟ يعني انا مستغرب ايه اللي يخليني اندم مثلا؟ ايه اللي يخلي حياتي تبوظ؟ ايه اللي يخلي حياه اللعيبه تبوظ؟ النادي يبوظ؟ كوره وخلاص عادي. لعيب من عنده شاط كوره الحارس عندنا صدها، يقول لك يا عم حرام. حرام على ايه؟ يعني لو اتشاطت عندك وانت صديتها ما بقاش حرام؟ ما هي نفس الكيس الناحيه الثانيه، ليه حرام هنا وليه هنا مش حرام؟ يا ابني انبسط بالماتش، يا ابني قول على الحاجه الحلوه حلوه وخلاص. حتى لو الحارس اللي قصادك عمل تصديات، عمل مثلا كذا سيف كويس، يا عم ده كويس، هو مش حرام ولا حاجه، هو الحارس عمل اللي عليه وصد الكوره بس خلاص، الموضوع بسيط. وانا برضه انا عايز اقول لك على حاجه، ما هو الحارس هو ده مش الشناوي، فعادي ان هو صدها فدي شيء طبيعي. انما لو الشناوي صدها فهو هو ده اللي مش طبيعي. بس لو اي حارس تاني صد الكوره ده طبيعي عادي. لعيب من الفرقه التانيه عمل عليك فاول هتقوم تكسر الشاشه وتكسر التلفزيون يا عم ده فاول حصل عادي في نص الماتش، ما قطعش رجله يعني، ده فاول عادي. هو خسران مثلا 1-0 ولعيب من عنده مثلا عمل سكلايه، عمل حاجه كده مثلا شو حلو. احنا مش بنلعب بلاي ستيشن، انا مش عايزك تعمل سكلات، انا عايزك تحط جون، انا عايز تساعد فريقك ان هو يحط جون. بيقول لك
ايه رايك في الشوطه دي؟ ايه رايك في الاسكلايه دي؟ ايه رايك في التصدي ده؟ ايه رايك في التغيير هو عشان انت خسران فانت عايز تجمل حاجه بالنسبه لك، او تبقى اللي هو انا موجود وانا اعلى منك وانا مش عارف. شفت كوبري سكة دوي ده؟ يعني ده هيخليكم يعني طب يا عم 1-1 يلا ها. هو ستيل برضه لسه خسران، فيجي ايه بقى؟ هيحصل تبديل. ده مثلا لعيب عندهم جامد فشخ وقاعد على الدكه وهينزل بقى. ايزي جاي والايزي جاي والايزي جاي. بص يا معلم، هو ده بقى اللي هيخرب الدنيا، هو ده اللي هيجيب البطوله او هيجيب ال10 ماتشات هيجيبها في الماتش ده، هو ده اللي هيشيلكوا 20-0، هو ده اللي هيمسح بيكم الملعب يا معلم. خليه ينزل نبص عليه نشوفه اصلا بيلعب كوره ولا لا. المشكله بعد ما ينزل تقعد تدور عليه في الماتش اصلا تنسى هو نزل ولا ما نزلش من كتر ما انت مش شايفه. يعني هو ما شاء الله واخد جايزه اسوأ لعيب في الماتش. مفيش حد ما هو بيلعب لوحده يا جدعان. العظيم قرف. فيعني خلاص نسكت. اول ما يلمس الكوره بص يا معلم، يعني هيشوط الكوره جون يا معلم. تعالى نتفرج، تعالى نشوف هو هيشوطها ازاي وهيجيبها ازاي. يخش عليه المدافع يروح قاطعها منه عادي، اللي هو ايه ده؟ ربنا كرمك وانت تعادلت في الماتش، يا لهوي على الزيطه. في الدقائق الاخيره. طب قفل بقى مع الجمهور كده، قول لهم اي حاجه. اخيرا الفيديو ده للهزار، اكيد مش قصدي بيه اي حد. كل الناس اللي طلعت في الفيديو او كل الناس اللي ظهرت في الفيديو كلهم انا بحبهم جدا على فكره. يعني احمد كمال، عمر خالد، مروان سري طبعا على راسهم، جو دوك، ممدوح نصر الله، كل الناس دي ليها احترامها وليها تقديرها. الفيديو بس من الاول للاخر ما هو الا ان احنا بنهزر وبنضحك. الكوره كلها فيها تعصب وفيها كل واحد بيتعصب على فريقه، كل واحد بيبقى نفسه فريقه يكسب. محدش طبعا بيشجع فريقه ونفسه فريقه يخسر خالص. المنافسه دي حاجه من الحاجات اللي قائم عليها اللعبه نفسها، ان هو فريق قصاد فريق، فكل واحد بينافس زي اهلي وزمالك، زي ريال وبرشلونه، زي ميسي ورونالدو. كل حد من دول ليه الخصم بتاعه وليه المنافسه بتاعته. يعني الناس دي كلها انا بحبها، والناس دي كلها انا بتفرج عليها. اكيد انتوا واخدين بالكم كل الحاجات دي انا ما عرفتهاش من الصدفه. كل الحاجات دي كلها انا شفتها عشان بتفرج عليهم وبتفرج على كل الحلقات. اتمنى ان هم يكملوا في المحتوى بتاعهم، محتوى جميل بصراحه انا بحبه. وبس كان معاكم محمود فاروق. لو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو في اي حاجه اتمنى ان تشاركوها معايا في الكومنتس. وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.